السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا في أتم الصحة والعافية، ورمضان مبارك سعيد علينا وعليكم إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نصايب معكم بريوات صغار بالدجاج وباللوز، بريوات اللي هما حلوين، كيجي المنظر ديالهم راقي والمذاق لذاذ بزاف. نتمنى تجربوهم بهذه الطريقة هذه، غادي يعجبوكم. وحتى بالنسبه للمقادير ما كنحتاجوش ليهم شي مقادير اللي هما كتار، ولا طريقه حتى هي راها سهله. عندي هنايا انا خديت الصدر والفخاد ديال 3 دجاجات مغسولين ومنقين. انا ما خديتش القطع الاخرى ديال الجناح والظهر، كيكون فيهم غير العظام، ما كيكونش فيهم اللحم. كيف ما شفتوا هنايا عندي غير الصدر والفخاد 3 دجاجات. غادي نعطيكم المقادير ديالهم. كنحتاج ليهم كاس ديال زيت الزيتون مخلط بزيت المائده، العبار بكاس العنبه. هنا عندي 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس. بالنسبه للتوابل عندي معلقه كبيره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال الابزار، و2 عواد ديال القرفه، ومعلقه كبيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال السمن الحار. هاد البريوات كيبغيو السمن الحار، و2 مكعبات ديال كنور ديال الزعفران، ممكن تعوضوهم بالزعفران شعره. خديت طنجره شلطت فيها 2 كيلو ديال البصله، قطعتهم قطع صغار، وغادي نوضع مباشره فوق الدجاج، وغنضيف القزبر والمعدنوس. انا هنايا ما عنديش القزبر والمعدنوس طري، ممكن الا كان طري ديروا غير ربيطه هكا ديال القزبر باش ما كيجيش المرق خضر. انا ما توفرش ليا، خديت هذا الجامد ويكون المعدنوس غالب. كنضيف المكعبات ديال الزعفران والسمن الحار، العويدات ديال القرفه، التوابل كلهم كنضيفهم مباشره، وحتى الزيت حتى هو. كيف ما قلت طريقه سهله باش نحضروا هاد البريوات هادو، وهذه هي الطريقه حتى الا بغينا نحضروا بسطيله كبيره. كنخلط هكا شويه يتجانسوا هاد المكونات. كنضيف زيت الزيتون مخلط بزيت المائده، انا خديت هنايا كاس، وغادي نوضع الطنجره فوق النار تشحر. هنايا انا ما كنطيب هاد الدجاج بلا ما، ملي كيتشحر هكا شويه. هنايا عندي اللوز، انا خديت هنايا كيلو ديال اللوز، غير كيجيب الغاليه هكا كنطفي عليه باش نفسخو، وكنغطي الطنجره بالسلوفان باش ما ياخذش ليا وقت في الطياب، وكنغطيه ونخليه يطيب. كيف ما قلت راه ما كنضيفش الماء، كيطيب غير بالمرق ديال البصله. كنفسخ اللوز. هنايا اللوز راه غير كيجيب الغليه كنطفيو عليه، وكنخليه هكا شويه ينشف، ومن بعد كنقلي هذا اللوز هذا في الزيت يكون بارد. كنوضع كميه من الزيت كيف ما شفتوا النار راه ما شعلاش، وكنوضع اللوز عاد كنشعل النار. هكا اللوز كيجي مقلي من الداخل، طايب مزيان، ما كيطيبش غير من برا ويبقى خضر من الداخل. دابا غادي نشعل النار اللي تكون متوسطه، ما تكونش مجهده باش يطيب على خاطره. كيجي محمر زوين، وبمجرد ما كيتحمر شويه كنحيدوه من النار، لان اللوز ملي كنحيدوه الا كان محمر بزاف راه كيزيد يحمر. هانتوما شفتوا انا هنايا حيدته هكا اللون ديالو صفر شويه، المهم راه محمر ماشي خضر. وملي غادي يبرد غادي تشوفوا اللون ديالو كيف كيرجع. يعني غادي نوريه لكم من بعد ما يبرد شويه. هكا نخليه على نار مهيله بزاف، وكنبقى نحركو حتى يتحمر. هانتوما شفتوا كيف خدا اللون مغلوق. هنايا الدجاج من بعد ما طاب كنحيد السلوفان، وتحاولوا ما تقيسوش يديكم ولا وجهكم لانه غيحرق. الدجاج هنايا طاب مزيان، وشفتوا المرق راه ما ضفت حتى كاس ديال الماء، طاب غير في المرق ديال الدجاج والبصله. كنحيد القطع ديال الدجاج حتى نقطعها من بعد ما تبرد. وهاد البصيله اللي بقات انا غادي نوضعها في واحد المقيله ما كتلصقش، وممكن تخليوها في نفس الطنجره حتى تتغمر، تبقاو النار تكون مهيله وتبقاو مره مره تحركوها.
نتوما شفتوا الدجاج من بعد ما كيطيب راه كيجي لذيذ بزاف. انا هنايا المرق حولته لواحد المقيله اللي ما كتلصقش باش يدغمر ليا على خاطرو. كنضيف واحد المعلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال ماء الزهر، وممكن في هذه المرحله تضيفوا واحد 2 معالق ولا 3 ديال السكر حبيبات ولا العسل. انا بالنسبه ليا ما غاديش نخلي هاد البصله هذه تغمر غير هكا بلا سكر بلا عسل، لان الزوج ديالي ما كيبغيش السكر. كيف ما قلت راه كتضيفوا 2 معالق حتى ل3 ديال السكر حبيبات ولا العسل الحر. انا غادي نخليها تغمر غير هكاك، ولكن راه غتجي لذيذه بلا سكر. كيف ما شفتوا مره كنحركوها حتى تيبقى فيها غير الزيت، ما يبقاش فيها المرق باش ما تقطعش لينا الورقه. هنا الدجاج من بعد ما برد وقطعته كقطع صغيره، كنضيف ليه نصف ديال هاد الدغميره من بعد ما تصفى فيها غير الزيت باش ما تجينيش الحشوه ديال الدجاج ناشفه. انا ضفت ليها نصف الكميه ديال الدغميره وغادي نخلطها معاها مزيان مع هاد الدجاج. وهنايا عندي 6 ديال البيضات غنضيفها النصف اللي بقى ديال الدغميره. كنضربهم هكا مزيان باش ما يطيبش لينا الصفر بوحدو والابيض بوحدو. وكنبدا نضيف في البيض وكنحرك في نفس الوقت. هنا النار تكون مهيله حتى تنخلطو مزيان. عادي الا بغينا نزيدو في النار. كنستمروا هكا في التحراك وحتى تنشف لينا هاد الدغميره كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. في هاد المرحله هذه ما كنتوقفوش من التحراك باش ما يلصقش لينا البيض ويتحرق. كنضيف هنايا نصف معلقه ديال القرفه و2 معالق ولا 3 صغار ديال المعدنوس. هنايا تضيفوا غير المعدنوس ما تضيفوش القزبر. وكيف ما شفتوا انا غادي نبقى نحرك فيها ما نتوقفش حتى تنشف. كيف ما قلت هاد الطريقه راه كنتبعوها حتى الا بغينا نصاوبوا بسطيله كبيره ولا على هاد الشكل هذا حتى تينشف بهذا الشكل عاد كنطفيو عليه النار. وانا هاد الطريقه هذه راه كنديرها في العشيه وكنخليها الدغميره تبات في الثلاجه حتى الصباح حتى تتسقطر الا كان فيها شي ماء. هنا اللوز من بعد ما برد طحنته مهرمش بهذا الشكل. كنضيف ليه معلقه صغيره ديال الزبده ومعلقه صغيره ديال القرفه. الزبده تكون نوعيه جيده ومعلقه كبيره ديال ماء الزهر. هنا الدغميره ديال الدجاج انا غطيتها وخليتها في الثلاجه. كيف ما شفتوا راه ما تصفى منها حتى حاجه ناشفه. ضروري ديروا هاد الطريقه هذه باش ما تتقطعش لكم الورقه. هاد البصيله والبيض راه تصفى منهم ليدان الزيت اللي كيكون فيهم. وبالنسبه للبسطيله الا كنا بغينا نديروها كبيره راه كنديروا طبقه ديال الدجاج مع الدغميره وطبقه ديال البيض والدغميره وطبقه ديال اللوز. اما بالنسبه للبريوات صغار انا غادي نخلط هاد البصله الدغميره والبيض مع الدجاج، لان بصيتلات صغار ما يمكنش ليا نبقى ندير طبقه طبقه. غادي نخلطهم هكا. غندير طبقه من هاد الدجاج مع البصله والبيض وطبقه ديال اللوز كنخلطهم. ودابا غادي ندوز اللوز. كيف ما قلت انا ما غاديش نضيف السكر في هذه المرحله. كنضيفوا 3 المعالق كبار ديال السكر كلاصي. انا ما غاديش نضيف السكر كلاصي كيف ما قلت لكم، غادي نضيف غير العسل الحر. اللوز كنهرمشوه بهذه الطريقه هذه. غنضيف معلقه صغيره ديال الزبده. الزبده تكون حيوانيه من الاحسن كيجي المذاق ديالها زوين. معلقه صغيره ديال القرفه تكون عامره مزيان ومعلقه كبيره ديال ماء الزهر. بالنسبه للسكر كلاصير ملي كنضيفوه لهاد اللوز راه ما كيجيش معلك. انا ضفت العسل جا معلك ولكن ماشي مشكل. انا اللي فضلت ندير العسل بدل السكر. كنخلطهم هكا مزيان وكيكون الحشوات كلهم جاهزين.
دابا غادي ندوز للتوراق. هنايا عندي الورقة ديال البسطيلة ديال البخار، أنا خديت قياس كبير، غادي نقسمها على 4. كل بريوة كتاخد ليا 2 قطع. كنوضع الورقة في بلاستيكة باش ما تنشفش، وكنخلي غير القياس اللي نخدم به. دايما البلاصة اللي كتكون حرشة هي اللي كنحطو الفوق، كنحطو فوق الحشوة، والبلاصة اللي تتكون ملسة كنوضعوها لتحت. انا غادي ناخد القياس ديال هاد البريوات بهاد السيركل هذا ديال الحرشة. ممكن تاخدو غير طبيسيل صغير، اي حاجة بغيتو تشكلوا بها. كندهنوا الورقة، انا دهنتها غير بالزيت، ممكن تخلطوا الزيت والزبدة. وكنشكل البريوات بهذا الشكل هذا. كيف ما قلت الجهة الحرشة كتكون الفوق، وكنعمرهم. الطبقة الاولى نوضع الدجاج، وكنضغط عليه مزيان من الجناب ومن الوسط باش يجيو البريوات عامرين. وكنوضع كمية من اللوز. هاد البريوات جاو لذاذ بزاف بهاد الطريقة هذه، نصحكم تجربوهم. بالنسبة للبسطيلة كبيرة راه نفس الطريقة ونفس الحشوات. هنايا الا كانت الورقة كبيرة كنقصوا منها. كناخد القطعة الثانية، اول حاجة كندهنها بالبيض. انا غادي نلصق بالبيض، ممكن تلصقوا بالماء والدقيق، ولكن البيض راه كيجي بحال كنلصقوا بالكولاك. هاد الورقة كتلصق والبريوات ما كيتحلوش، وحتى في التحمار ديالهم في الفران كيبقاو شادين الرسوم. انا نشكل معكم واحدة اخرى بنفس الطريقة. وكيف ما قلت الا كانت بسطيلة كبيرة راه كنديروا الحشوة ديال الدجاج في الطبقة التحتانية، والحشوة ديال الدغميرة والبيض كنديروها الطبقة الثانية، واللوز كنديرو طبقة ثالثة. غير باش نختصر، انا خلطت الدغميرة ديال البصلة ديال البيض والدغميرة مع الدجاج، وكنستمر هكا حتى تنسالي الكمية كلها اللي عندي. غير كمية قليلة من البيض كتلصق. وبالنسبة للطريقة باش نحتفظ بهم في المجمد، انا كنوضع طبقة وكنغطيهم بالسلوفان، وكنوضع فوقهم طبقة اخرى وكنغطي الكمية كاملة بالسلوفان، ونوضعهم في المجمد حتى تيجمدوا. عاد كنوضعهم في علبة، وملي كنبغيو نحمروهم راه انا هنايا خديتهم من المجمد مباشرة. هنايا راه جامدين، كنتقبهم هكا واحد 2 تقيبات ولا 3 هكا باش ما كيتنفخوش ويطرطقوا معنا. وكندهنهم بالزيت، ممكن تدهنوهم بالزبدة ولا بالبيض. انا دهنتهم غير بالزيت، وكندخلهم للفران يتحمروا.
ومن بعد ما كيتحمروا غندوز معاكم دابا للطريقة ديال التزيين. أنا هنايا زينت وحدين باللوز إيفيلي والعسل، ووحدين بالسكر كلاصي والقرفة. كيف ما قلت الزوج ديالي ما كيبغيش السكر حبيبات ولا السكر كلاصي ما كياكلهمش. دهنت بالعسل، العسل الحر، وكنزينهم باللوز إيفيلي محمر، وغنزينهم بالورد البلدي. يعني تزيين بسيط وكيجي زوين في نفس الوقت. البريوات كيجيو لذاذ وكيجيو راقيين في التقديم ديالهم، هكا نزينو بهم الموائد ديالنا في رمضان وحتى بلا رمضان كنحتاجوهم. وهاد 3 دجاجات راه عطاوني كمية اللي هي كتيرة. هادو غادي نزينهم بالسكر كلاصي، يعني تزيين بسيط، وبالقرفة، وكلهم كيجيو لذاذ بنفس كيف ما زيناهم كيجيو لذاذ. وهادو هما البريوات ديالنا من بعد ما كنساليهم. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وشكرا لكم على المتابعة وعلى لي لايك وعلى التعليقات الزوينة ديالكم، وشكرا لكم بزاف.